برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. السلام عليكم مستمعين برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. أنا سمية سليم، هكون معاكم وأول حلقة من برنامج فكرة مهروسة. حقيقة مستمعينا إني فكرت كتير جدا في فكرة برنامج جديد ويبقى ترندي كده ويلمع ومش متكرر، ولقيت أفكار كتير جدا مهروسة 100 مرة قبل كده. طب وبعدين يا سمسم، انت فتحت العالي بابا ولا 40 حرامي وقفلتها في وشي؟ وفي لحظة تجلي قلت الله، هو يعني كل فكرة مهروسة اتعلمنا منها؟ واسمحوا لي أشرح فكرة البرنامج وابدأ أول حلقاته في نفس الوقت، مكسها يعني verb to mix. إيه رأيك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع من كل الفئات العمرية والجينز لو سألتك أو سألتك عن الجواز العرفي؟ يا مامي أوه نو، ده عيب جدا. في الخلفية يظهر صوت أم بتصوت وأب بيتشل وبنت اتفضحت وأهله بيدوروا على حل وسواد يا بلطي. مشهد مهروس مش كده؟ طب قول لي يا عزيزي وقول يا حبيبي بصوت فيروز، هو ليه مع إن المشهد ده مهروس قبل كده إلا إنه مازال بيحصل؟ معقول لسه مفيش وعي كافي للبنات ولا الأهالي؟ جروب تاني هيقول لي إني old fashion وإن ده ما بقاش موجود. أحب أقول لحضرتك عزيزي المستمع إنه موجود، حتى لو اختلفت الأسماء فأصبح صحوبية أو حاجة غلط زي المرض الوحش كده، أو اسم تالت بقى مش هقوله دلوقتي، إلا إنه لسه موجود. وأنا هنا مش بدعي إنه ظاهرة ولا إنه منتشر ولا بثير الجدل لا سمح الله، لكن أسأل سؤال، ليه بالرغم إن المتفرج والمتلقي اللي قاعد في الخلفية يقول يا هبلة بيضحك عليكي، يا عبيطة بيلعب بيكي، ليه لسه بيحصل؟ إيه يا إخوانا، هي فكرة مهروسة ولا مدسوسة؟ لسه البنوتات شايفين إن ده حب بس ظروفه تمنع الجواز الرسمي، والأهالي مش فاضيين يوعوا وشايفين إن دي حاجة بعيدة عنهم وعن بيوتهم، واكتفوا بالمشاهد بتاعت السينما والتلفزيون، ولا كلمة أصحاب غطت على الموقف، ولا لهجة وجملة حاجة غلط قللت حدته. أصل الغلط بيتصلح. وأحب أختم النهاردة بعد ما طرحت الفكرة بسؤال، وإن شاء الله يكون مصحوب بالأمل، هو إمتى الفكرة المهروسة تبقى بوعي مدروسة؟ وأصحاب فكرة المساكنة يمتنعون، أصل أنا من جيل يا اختي دي فضيحة. كنت معاكم أنا سمية سليم على برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة وفكرة مهروسة. سلام.